اتحدى اي حد يكون عمل الفكره الفظيعه دي قبل كده. تشي العسل الاسود في الشعريه واعملي لهم احلى تحليه هتدفيهم من برد الشتاء اللي احنا فيه ده، وبجد طعمها فظيع. هاتي بقى كده طاسه على النار، هنسخنها كويس وهنحط فيها شويه زيت وقطعه من الزبده، وهننزل بكوبايتين شعريه من اللي هي كوبايه الشاي ال 200 مللي. ولو عندك سمنه بلدي ضيفي حته، بتدي تيست حلوه قوي قوي. هنقلب الشعريه بقى كده على نار هاديه علشان اللون بتاعها يبقى كله واحد، وتبقى ما تبقاش واحده وواحده، ويبقى شكلها حلو كده. اخدت اللون الاحمر او الاشقر اللي هو الذهب الغامق شويه، هننزل بقى بفنجان من العسل الاسود شويه بشويه كده. انا شلت معلقتين، قلت اما اشوف هحتاجهم ولا لا. هنقلبهم كده في الشعريه، وبعد كده بقى هنضيف كوبايتين من الميه. ادي كوبايه، الكوبايتين من الشعريه هياخدوا 3 كوبايات من الميه. انا ضفت 3 كوبايات من الميه وسبتها لحد ما تغلي. طبعا العسل الاسود لما يغلي هنبص نلاقيه بيعمل زي رغاوي كده على الوش. هنشيلها كده بالراحه خالص بالمعلقه، وهنسيب بقى الشعريه بتاعتنا لحد ما تستوي. انا هغطيها وهسيبها حوالي يعني من 5 ل7 دقايق كده لحد ما تشرب المية، وتبصوا تلاقوا العسل بدأ يعمل زي عسل كده تاني. وفي الوقت ده هنشيلها. هنجيب بقى نص كيلو من اللبن او كوبايتين من اللبن، هنضيف على جنب كده في شوية لبن على جنب، او لو هو لسه بارد هنقلب فيه معلقتين من النشا. انا اللبن كان عندي سخن فقلبت معلقتين نشا لوحدهم على جنب، وبعد كده هضيفهم على اللبن بتاعي. اول ما ننزل بخليط النشا ده هنقلب كويس قوي علشان ما يمسكش من تحت، وهضيف معلقتين من السكر وهنقلب كويس قوي. هضيف كمان كيسين من الفانيليا، وهنقلب الخليط بتاعنا ده اللي هو خليط النشا مع اللبن لحد ما يتقل ويبقى القوام بتاعه زي قوام المهلبية كده. ولو انت بقى عندك حتة قشطة حطيها، بتدي طعم فظيع. تمام كده، دي كده الكريمة الكدابة عملناها اهو. هنشيلها بقى كده من على النار. اول ما تغلي وتعمل فقاقيع كده كده تبقى خلاص. علشان نظبط السمك بتاعها لازم تعمل الفقاقيع اللي قدامكم دي. وبعد كده بقى هنحضر البايركس او الصينية بتاعتنا. هناخد كبشة من الكريمة اللي احنا عاملينها دي، وهنفرشها كده ايه طبقة خفيفة كده في قاع البايركس او الصينية. وبعد كده بقى هناخد الشعرية بتاعتنا كده ايه نوزعها كويس كده على الكريمة دي. هنوزعها كويس قوي قوي قوي، ونتك عليها كده بالمعلقة كده ايه السيليكون او بالاسبتيولا كده علشان تبقى ماسكة ببعضها. تمام. طبعا العسل هيخليها تمسك مع بعضها. وهنبتدي بقى نحط بقية الكريمة على الوش كده برضو طبقة خفيفة هنوزعها على الوش. احنا مش عايزين طبقة يعني عالية كده عشان مش هتبقى حلوة. المقدار اللي انا عملته معاكم ده مقدار مظبوط جدا 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 جدا. تمام. بعد كده بقى طبعا انا همسح بس الجناب كده، وانا رشيت رشة سكر كده خشن على الوش علشان انا عايزة ادخلها لما احطها في الفرن كده وادخلها تحت الشواية تعمل لي وش حلو، تعمل جراتان كده حلو. تمام. ما بتاخدش حاجة، بتاخد حوالي 10 دقايق كده في الفرن، وبتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. انا لسه طبعا يعني لسه مطلعاها من الفرن حالا، فانا برضو هقطعها وهي سخنة قدامكم علشان اوريكم شكلها عامل ازاي. يا خراشي على الريحة بتاعتها اللي تجنن، ريحتها بس كده تدفي. عايزة اقول لكم بقى ان الوصفة دي بتتاكل ساقعة وبتتاكل سخنة، يعني تمشي الاتنين. دلوقتي انا قطعت منها حتة وهي سخنة، تحفة تحفة فظيعة. يا سلام، دي بقى كمان للولاد ايام الامتحانات كده حاجة كده تغذيهم وتدفيهم. تحلية بقى احلى من الكنافة واقتصادية، والاهم من كده ان هي في 3 دقايق بتكوني مخلصاها. قطعتها بقى لما هديت كده علشان اوريكم شكلها كمان لما بردت بيبقى عامل ازاي. بص القطعة احلى من الكنافه يا جماعه، والله العظيم طعمها تحفه. عايزه اقول لكم بقى يا بنات ان الوصفه دي والله والله انا ما شفتها عند حد ولا حد عاملها. الوصفه دي من اختراعي، فشجعوني بقى ويلا شيروا الفيديو كتير.